انه ربي سبحانه راح يحط لك ناس يعاونوك في البلاصه اللي راكي فيها، وقبل ما انت تعرف انت كيما على بالكش هو راح يسخر لك ناس اخرين يكملوا في البلاصه اللي راح بوينت بي هذاك اللي انت حايره فيه، راح يسخر لك ربي ناس اخرين، بالكش مش داركم، بالك ناس اخرين ما على باليش. طيب لو عندنا اليقين انه اللي خلقني ما يضيعنيش وراح يبعث لي سند هم السبب. انت درك انت كي غلطتي في واحد الحاجه، مش غلطتي سهيتي معليش نعتبروها سهوه، انك ظن انك اهلك هم السند، اهلك هذوك ربي سخرهم لك باش يكونوا سند. ايوه لا كيفاش اكيد تهضروا فيربالمون. عيبكم مش غير انت على بالك، انا رسالتي لكل الناس اللي تتفرج، عيبكم انه ايمانكم سطحي، والله العظيم مش انا باش نقول لكم، بس عيبكم انه ايمانكم سطحي. تعرفوا واش لازم يتقال، هضرتي هذه دخلت دماغك بصح ما دخلتش قلبك، مش مقتنعه بها، لانه كون جيتي مقتنعه بها تعرفي باللي ربي يسلمك من واحد لواحد، واهلي ما هم الا سبب، مش اهلي هم الامان. فلو عودتي راجعتي حساباتك اليوم وعودتي النقطه هذه اللي قلتها لك هذه، عاودي استوعبيها ودخليها في الكونشس تاعك، في لا كونسيونس تاعك، تولي معتقد. صدقيني راح تصدمي على باليقين انه على بالي صح دارنا عاونوني وقادر داركم يدوروا عليك، وقادر تتبدل وجهه نظرك تماما لمشروعك لانك انت مؤمنه بالمشروع، لكن خوفك هذا ماهوش مبرر. صدقيني كراج.